ازيك يا مريم عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. والله انتوا عاملين شغلكوا ده وعاملين شغل عالي جدا والله، والشباب اللي فوقكوا يعني شايفها بتتعب في شغلها عاش جدا 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 يعني. انت عارف كل اللي فوق دول انا اللي قايله لهم اصلا يمشوا ازاي. ايوه صدقني انا اللي قايله لهم كل حاجه، وما بيعرفوش يشتغلوا اصلا من غيري. انا اللي بديهم الافكار والاقتراحات، حتى بيستشيروني في كل خطوه. يعني لولايا ما كانش النجاح اللي فوق كله ده اساسا هتشوف. ايش؟ يعني مش عارف، بس انا مستغرب الطريقة. بس يعني غالبا كمان مش مصدق. نوعا ما مش مصدق، بس تمام. وده اللي بنشوفه في ناس كتيرة موجودة بيكون عندهم هو النرجسية بتبقى عالية عند ناس بطريقة فظيعة زي ما احنا شفنا دلوقتي. لا ده مشهد. فحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن النرجسية بشكل عام. ايه هي النرجسية؟ زي ما شفنا كده في أنا عالية قوي موضوع في الوقت. اظن الشخص النرجسي ده يعني كلنا قابلناه في حياتنا يا عبد الله، بطريقه كده انت قابلته يعني، وانا قابلته، كلنا قابلناه اكيد. ولكن الاول عايزين نعرف مين هو الشخص النرجسي يا عبد الله. ماشي. الشخص النرجسي هو عبارة عن شخص شايف ان هو محور الكون. هو اللي دايما رأيه صح، ما بيحبش حد يديله آراء، ما بيحبش الانتقادات نهائيا، ما بيحبش حد ينتقده، دايما شايف نفسه ان هو اللي صح. تلاقي دايما شخصي اللي هو الشخصيات اللي حواليه، يا اما اللي هو بيحب يعرف يقول لك انا لازم اكون شخصيات مميزه لان انا مميز. ودايما بيحب يفخم في نفسه ويعظم في نفسه بطريقه فظيعه. واظن برضه يا عبد الله انه احيانا مش شرط يكون وسط اشخاص مميزه، هو بيبقى منفوخ قوي وشايف نفسه ان مفيش حد قده يعني. ايوه، ما هو انا بتكلم ان هو اصحابه لازم يا اما يكونوا هم مميزين او زيه يعني، لان هم زي ما شبه اخوه موزله. فهي كده بقى، فهو دايما هتلاقيه في وسط الناس دي. ما تلاقي صداقاته قليله خالص لان الناس ما بتحبوش اغلب الوقت بسبب الانا والتكبر اللي بيبقى عنده ده. والشخص النرجسي كمان بشكل عام يعني بيبقى شايف نفسه محور الكون، زي بالظبط ما احنا لسه قايلين انه مثلا الشخصية اللي احنا مثلناها هي مش موجودة طبعا، مش انا. بتكون شايفة نفسها هي اساس النجاح، وكأن الناس اللي حواليها دي مش عوامل أدت للنجاح، لا هو كله بسببها هي. فاهم؟ لا هو كده، هو دايما بيشوف نفسه ان هو اللي ماشي حاجه. يعني هو في اوقات الشخص النرجسيه ده من كتر تكبر العظمه اللي عنده ده، طبعا العظمه لله، ان هو شايف ان هو حتى لو ما عملش مجهود المفروض يتقدر. ايوه يعني هو ما عملش اي حاجه، بس انا لازم اتقدر. ايوه ماليش علاقه بقى حاجه حصلت حاجه ما حصلتش، انا لازم اتقدر. وعلى فكره دايما بيحس ان اللي حواليه عمرهم ما يعرفوا يكملوا غير في وجوده، يعني وجوده هو الاصل والاساس. بالظبط، اللي هو انا من غير الناس دي مش هتمشي، انا ما حدش عارف يتحرك من غيري. ونيجي هنا لنقطه مهمه جدا، هو الشخصيه النرجسيه دي هتلاقيها دايما لازم في مكان شغل، مكان قعدة صحاب مثلا موجود، تلاقي الشخص النرجسي ده موجود، لان هو بيختلف من شخصيه لشخصيه. في شخصيات بتبقى باينه جدا، في شخصيات ما بتكون اللي هي في الاول خالص كده مش باينه، وبتكون بدرجات. بالظبط زي طيف كده، نفس فكره التوحد بالظبط، اللي هو ايوه فعلا النرجسيه في التوحد، فهي اضطرابات لانها كلها اضطرابات نفسيه. الصحيح لسه كنت اقول لك الاصل بيبقى في الاول في الاخر هو نقص، هو بيكون عنده نقص بيكمله بان هو بيرضي نفسه ان هو شايف ان هو محور الكون والنجاح وكل مفيش حد زيه. بالظبط، هو شايف ان مفيش حد زيه، هو الوحيد وهو ذا اونلي وان ومحدش يقدر يجيبه. لدرجه على فكره وصلت في مره ان انا قابلت شخصيه، يعني كان في حركه ان المصريين كلهم بيعملوها وهو شايف ان هو يعني هو اللي ابتداها، هو اللي اخترعها، من هي حركه بقى آلاف السنين، فاهم يعني. في ناس كده. ونرجع برضو لحاجه مهمه جدا، انت قلت ان هي ايه بقى سبب النرجسيه في الاخر؟ في ليها سببين يا جماعه. في سبب جيني على فكره، الموضوع لسه كنت بعرف الموضوع من قريب، طلع في سبب جيني للنرجسيه، وفي السبب الاهم والاساسي هي الاهل ذات نفسهم من طريقه التربيه. ومش هنقول ان الشخصيه النرجسيه ده اللي هو متدلع جدا جدا جدا، انا اكتشفت كمان ان الشخصيه النرجسيه ممكن الشخص اللي اهله بينتقدوه. طب أنا كنت لسه أسألك يا عبد الله السؤال ده، هل الشخص النرجسي ممكن يكون أصلاً في الأساس ضحية؟ أنا بالنسبة لي أنا شايف إن الاضطرابات النفسية كلها بيبقى البني آدم ده ضحية لأنه تعرض. أنا برضو في رأيي إن هو ضحية، عشان كده لو جيت سألتني قلت لي طب إزاي أتعامل معاه،
هقول بكل بساطه اشفق عليه، هو حقيقي مريض، وهو حقيقي مريض بالنقص مش بالنقص يعني. هو الفكره كلها في الشخص النرجسي بالذات هو ممكن يكون مدلل بزياده او بيتعرض للانتقادات بزياده، بس في الاول في الاخر اعطف عليه عشان هو فعلا مريض، عامله معامله المريض. هو دايما انا بشوف المرض النفسي هو يعني هو ده شخص كانه مرض جسدي، وبالعكس صحيح ممكن يبقى اقوى بكتير. انا كمان عرفت ان اللي هي الشخصيه النرجسيه ده او اضطراب النرجسيه ذات نفسه لما بيجي للشخص ممكن يأثر على جسديا. فالموضوع يعني موضوع متطور جدا 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 في موضوع الشخصيه النرجسيه، لدرجه ان هو لا في ناس ماتت بسبب نرجسيتها اللي موت. بس مين عالم ايه اللي ممكن يحصل بعد كده بسبب الاضطرابات النفسيه اللي عماله يعني عامة ربنا يكفينا شر الناس دي، لأن فعلا وجودهم بيبقى في حياة أي حد بيبقى أنا بشوف فيه شيء من الابتلاء. يعني بيكونوا دايما عايزين يفرضوا نفسهم على اللي قدامهم ويلغوه تماما، بس في الحالة دي ما تدوش أي اهتمام. وهو ده الحل في التعامل على فكرة مع الشخصية النرجسية، ما تدوش أي اهتمام نهائي، ما تتعاملش معاه. ما هو تجاهله وكل اللي يقوله اسمعه من هنا وطلعه من هنا، ولا تحرق في دمك ولا تتضايق ولا تتأثر ولا أي حاجة. محدش يستحق إن أنت تتأثر أو تتضايق نفسيا عشانه. تجاهله تماما فعلا من قلبك. هو ده اللي هيخليه على فكرة يهدى شوية أو يتجنب التعامل معاك. بالظبط. لان بس خدي بالك زي ما قلت لك برضه هي الشخصيه النرجسيه صحابهم قليلين. صحيح صحابهم قليلين جدا، لان هم فعلا مش بيكونوا محبوبين عامه خالص. لان اي عدم متكبر عموما، لان النرجسيه في جزء منها كبير في حته التكبر دي. فهو دايما ما بيبقاش محبوب للناس. ربنا يعينهم على نفسهم. والله فعلا ويبعدهم عننا. اللهم بس كده يا جماعه، احكوا لي مواقف للاشخاص النرجسيه اللي كانوا موجودين في حياتكم، وعملتوا معاهم ايه وتعاملتوا معاهم ازاي؟ عرفتوا معاهم ازاي؟ مهم جدا. ولو في قصص ممكن نحكيها، حد مثلا لا قدر الله اتأذى بحاجه بسبب شخص نرجسي، او حد بينتقد حد شخص نرجسي او شاف منه تعامل فأذاه نفسيا، فدي حاجه مهمه جدا. القصص دي كلها حلوه جدا يعني. واوعوا تتاثروا باي حد تقابلوه نرجسي او بيضايقكم او اي حد عنده اضطراب نفسيه عموما. بالظبط، نرجسي او غيره. بس النرجسي ده بيبقى صعب قوي. ايوه فعلا. ربنا يعينهم على نفسهم تاني. ايوه بس كده ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب والفولو على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك وبس. بستنى الكومنتس بتاعتكم اكيد. باي باي.